سامعني؟ ايوه سامعني؟ لا. ما بترد دلوقتي عليا ازاي؟ ارد عليك من حركه. حافظ حاجه تقولها لنا يا ابني؟ حافظ حاجه لمين؟ للست؟ غني! حاضر حاضر. غني! تخيل معايا أقوى سجن في العالم معمول فوق جزيرة معزولة وسط المحيط، حواليك مية مليانة قروش، وفوقك 90 حارس بسلاحهم جاهزين يضربوا في أي لحظة. والقانون بيقول لو فكرت تهرب تروح ورا الشمس. المكان ده مش مجرد سجن، ده نهاية الطريق. اللي يدخله بيختفي، واللي يحاول يهرب بيخرج من الدنيا مش من السجن. لكن في ليلة سودة 3 مساجين قالوا لأ، وقرروا يعملوا المستحيل. خطة عبقرية وأغرب عملية هروب حصلت في التاريخ. والمفاجأة لحد النهاردة محدش عارف هل فعلا نجحوا ولا القروش شربت دمهم. استعدوا تسمعوا واحدة من أمتع وأغرب القصص اللي ممكن تسمعها في حياتك. قصة الهروب الكبير من سجن ألكاتراز. عمرك سمعت الجملة المشهورة ده راح ورا الشمس؟ أنا أول مرة سمعتها كنت صغير، اتخيلت واحد فعلا ماشي ناحية الشمس وبيغيب فيها. بس لما كبرت فهمت إن الموضوع أظلم من كده بكتير. ولو في يوم حد قالك أنت رحت ب60 داهية، فده موضوعنا النهاردة. في يوم من الأيام أمريكا قررت تعمل سجن خاص جدا، مش لأي حد، لأ، ده سجن لفئة معينة. أخطر المجرمين، رؤساء العصابات، نصابين كبار، مش أي كلام. قرروا يبنوا السجن ده فين؟ في وسط المحيط يا معلم، جزيرة صغيرة فوق صخرة كأنها طافية على وش المية، والجزيرة كلها بقت سجن، مفيش حواليها لا بشر ولا ناموس حتى. 90 حارس معاهم رشاشات، أوامرهم واضحة، تشوف سجين بيفكر يهرب طخه على طول. اللي حواليك مية، وفي المية دي إيه؟ قرش، يعني لو حاولت تهرب القروش هتشرب دمك. طب ليه كل ده؟ السجن ده مش لأي مجرم، ده معمول لناس فلتة قوي، ناس زي آل كابوني، أكبر مجرم في تاريخ أمريكا. الراجل ده كان بيقتل، يسرق، يغسل فلوس، يفجر مصانع، ويا ويله المصنع اللي يرفض يشتري من عنده. غيره في نصاب عالمي اسمه فيكتور لاستيج. الراجل ده ضحك على واحد وباع له برج إيفال، أيوة برج إيفال اللي في فرنسا. بس مع كل الحراسة والتأمين ده حصلت محاولات للهروب، عددهم 14 مرة، اللي نجح منهم ولا واحدة، يعني اللي بيهرب بيرجع جثة. بس سنة 1961 حصلت المفاجأة، الهروب الكبير من ألكاتراز. والعقل المدبر كان واحد اسمه فرانك موريس. الراجل ده عبقري، وكل ما يتحبس يهرب، ومعاه 2 إخوات، جون وكلارنس إنجلين، ورابعهم آلين ويست. فرانك عمل لهم فريق وقال لهم هنهرب. الخطة كل واحد عنده فتحة تهوية في زنزانته، هنحفر حواليها بمسامير، سكاكين، أي حاجة. طب صوت الحفر، كانوا بيشغلوا آلة موسيقية في الساحة عشان تغطي صوتهم. شهور وهم بيحفروا، وفي الآخر فتحوا طريق للمجاري. بس قالوا إيه ده؟ نمشي في المجاري؟ قال لهم عاوزين تهربوا، هو ده الطريق. وبدأوا يسرقوا حاجات تساعدهم، وقرروا الهروب في ليلة سودة. لكن علشان ما يبانش إنهم هربوا، عملوا رؤوس من الشمع، شعر طبيعي، ألوان، حطوها على السراير، ومن بعيد شكلهم نايمين عادي. وفي ليلة الهروب فرانك، الأخوين إنجلين وويست دخلوا المجاري، بس ويست اتزنق، ما عرفش يخرج، اضطر يرجع. ال3 التانيين كملوا طريقهم، لبسوا لبس الحراس، اتنكروا، ووصلوا لآخر الجزيرة، وطلعوا القارب اللي عملوه من ملابسهم ومعاطف مسروقة، ونفخوها بآلة الموسيقى، استخدموها كمنفاخ. ركبوا القارب واختفوا. المشكلة من وقتها محدش سمع عنهم تاني ولا شافهم، ولا اتأكد إذا كانوا ماتوا في البحر ولا وصلوا أمريكا. بس في إشاعات بتقول إنهم عاشوا، وإن أمهم كانت تبعت لهم جوابات، وفي جنازة أمهم اتقال إنهم حضروا متخفيين.
طيب فرانك موريس محدش عارف له طريق، بس أكيد الحكاية دي خلت الحكومة تقفل السجن بعدها بشهور. الحجة مفيش ميزانية للصيانة، بس أنا شايف إنهم قفلوه علشان الفضيحة. دلوقتي الكاتراز بقى مزار سياحي، تقدر تروح تزوره وتشوف الزنزانة اللي هربوا منها، والرؤوس المصنوعة بالشمع كلها لسه موجودة لحد النهاردة. دي كانت حكايتنا النهاردة، قصة هروب شبه مستحيلة من سجن أبانا علشان محدش يهرب منه. لو عجبتك القصة لايك، كومنت وسبسكرايب يا نجم، وقول لي تحت تفتكر التلاتة دول عاشوا ولا القروش عملت عشاء محترم؟ أشوفكم في القصة الجاية. سلام. طيب يا سيدي، شكرا، كفاية.